ولقيته فجأة كده راح قرب مني وخدني في حضنه كده وبدأ يمسك الرمان بتاعي ويعصره في ايده. من أين لك هذا؟ هو أول لما عمل كده أنا نسيت نفسي ورحت في دنيا تانية، وابتدى يمشي ايده عليا كده. يا ابن المجنونة. أنا طبعا كنت في دنيا تانية خالص ومش حاسة بنفسي. رحت قلت له طب اقفل الباب بالمفتاح وتعالى. ده انت ليلتك سودا النهارده. وفعلا قفل الباب بالمفتاح ورجع قرب مني تاني وابتدى يخلعني كل حاجة. يا ابن اللعيبة. وطبعا أنا أعصابي سايبت خالص وما كنتش عايزة يبطل اللي هو بيعمله. وفجأة كده لقيت المسائل عنده بقيت كبيرة. أنا الكبير. وفعلا ابتدى يتعامل معايا وأنا كنت في دنيا تانية خالص، بس كنت ماسكة نفسي ومش عايزة أطلع صوت خالص علشان بنتي ما تصحاش. وفعلا عمل معايا العلاقة وفضل معايا في الأوضة حوالي ساعة أو ساعة ونص. أحي. مش عايز يسيبني خالص. وبعد ما خلصنا قعدنا برضو شوية مع بعض وقعد يقول لي أنا كنت بفكر فيكي من زمان، أنا ما بنامش الليل. ومش عارف إيه اللي حصل لي. قلت له أنا كمان بصراحة كنت قصدي أعمل كل اللي حصل ده وكنت بخليك مش على بعضك. انا مره ملياش زي والبضاعه انت عارفها معينها كويس. راح قال لي يعني انت كنتي قصدة تعملي فيا كل ده؟ قلت له اه، علشان انا بصراحة حبيتك، انا كنت بحب ستة دلوقتي بحبك انت. بس اعمل ايه، كنتش قادرة استحمل اسمع صوتك انت وبنتي مع بعض. يا فجرة. بعد ما اتكلمنا شوية راح قام وتعامل معايا تاني لدرجة ان في اليوم ده قعدنا حوالي اديها ميه ما تريحهاش. الساعة ونص ما خلصوا وهو ما كانش عايز يطلع من الأوضة. واحنا كنا مطمنين لأن بنتي زي ما قلت لكم كانت تعبانة الله، وده من ايه لا مؤاخذه يعني. وكانت تافهة علاج كتير، فطبعا ما كانتش هتصحى دلوقتي خالص، فكنا واخدين راحتنا. وابتدى يتعامل معايا تاني ما هي ظابط بقى. وكل ما نخلص يرتاح معايا شوية وبعدين نرجع نكمل. فضل قاعد معايا لحد الفجر واحنا بنعمل الموضوع ده. واحنا لقيتنا بيضة ولا حاجة؟ بجد كنت سعيدة جدا وكنت حاسة ان انا في دنيا تانية خالص. اه يا احمد، مالك؟